السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طول الوقت واحنا بنرمي قشر البرتقال ومش عارفين اهميته ايه. يلا بسرعة هاتيه وعبيه في ازايز وتعالى هقولك على سر وفكرة خطيرة محدش يعرفها كتير. هنحتاج لكمية مناسبة من قشر البرتقال، تقدري كل ما تقشري برتقال تحتفظي بالقشر بتاعها في التلاجة او في او الفريزر. كل كده ما تقشري برتقال لابنك او ليكي. هتاخدي القشر، طبعا هتكوني غاسله البرتقال كويس جدا الاول من اي اتربه فيه. هتقشريه، هتاخدي القشر تحتفظي بيه في كيس كده او علبة تلاجة في التلاجة او في الفريزر. اتمنى منك لاول مره بتشوفي قناتي يا ريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولا شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك. يا ريت تعملي لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هنجيب قشر البرتقال وهنجيب حله هنحط فيها قشر البرتقال بالطريقه دي. تقدري تقطعي قشر البرتقال كده قطع صغيره عشان يستوي معاكي بسرعه وما ياخدش وقت. الفكره دي فكره جميله جدا، اعتمديها دايما في مطبخك. وكمان عشان نزود الكفاءة بتاعة السائل اللي احنا هنعمله، هنضيف عصير ليمونتين بالقشر بتاعهم. لو اي ليمون عندك خلاص قرب يبوظ تقدري تستخدميه في الوصفة دي. وخلاص كده بعد ما ضفت ليمونتين ونص كانوا عندي، دلوقتي هضيف لتر ونص من المية. انا ضفت ازازة دلوقتي وكمان هضيف نص ازازة بس ما صورتهاش. وهرفعهم على النار وهسيبه لحد ما يستوي سوا كامل. عايزه البرتقال كده يبقى مستوي خالص. وخلاص كده استوى، خد معايا حوالي نص ساعة على نار وسط. ودلوقتي هناخد الخليط اللي احنا عملناه ده وهنسيبه يهدى. لو عندك هاند بلندر اشتغلي بيه على طول وهو في الحلة بالطريقة دي، ما عندكيش يبقى تضربيه في شفشق الخلاط زي ما انا هعمل. بس قبل ما نضرب الخليط هناخد كده كمية من المية وهنحطها في بخاخة. عايزة اقولك لو اي ريحة عندك في الشقة مش كويسة بترشي رشة بيخلي ريحة الشقة تحفة جميلة جدا. وهناخد باقي الخليط في شفشق الخلاط وهنضربه كويس جدا لحد ما يتحول لخليط كريمي. وخلاص كده هناخد الخليط هنضربه كويس جدا. وهنا كده ضربنا الخليط، لو حابه تصفيه مفيش مشكله صفيه بمصفى ضيقه، بس هو كان ما شاء الله الخليط ناعم جدا وكان كريمي، ما كانش محتاجه ان انا اصفيه. دلوقتي هناخد الحله وهنرفعها على النار وهنسيب الخليط لحد ما يسخن وتلاقيه كده طلع بخار. هنشوف هنضيف عليه ايه تاني. شايفه ما شاء الله من حبه قشر قليلين عملنا كميه سائل كبيره هتنفعك في حاجات كتير. هنقلب فيه طبعا عشان ما يتحرقش. اول ما هنلاقيه كده طلع بخار هنبدأ نضيف الاضافات اللي هنضيفها عليه. وخلاص كده الخليط بدأ يسخن. دلوقتي هنجيب كوباية من اي سائل موانئ انت بتستخدميه وهنضيفه، بس لازم يكون الصابون بدون اضافة مية عليه لان احنا مش هنضيف مية في الخليط بتاعنا. وهنقلب كده كويس جدا لحد ما الصابون يختلط مع قشر البرتقال او مع السائل اللي عملناه. وكمان هنضيف معلقة صغيرة من ملح الليمون، وملح الليمون موجود عند اي عطار، تقدري تجيبي ب5 جنيه هيقعد عندك فترة كبيرة جدا. وهنقلب كويس جدا. شايفين لون الخليط بقى اخضر عشان الصابون اللي انا ضفته كان لونه اخضر. هنقلب كده كويس جدا وهسيبه لحد ما يسخن مرة تاني. السائل ده يا بنات جميل جدا في استخدام لو انت قاليه سمك وريحة السمك عندك قوية، عايزه اقولك بيقضي على ريحة الزفارة تماما. شايفين قوامه قوام كريمي وجميل جدا. خلاص كده انا طفيت البوتاجاز، الخليط بقى جاهز، هنسيبه يهدى وبعد كده هنعبيه في ازايز. زي ما قلت لك تقدري تستخدميه في القضاء على زفارة السمك. كمان لو عندك ستانلس مطفي وعايزه تلمعيه بيبقى تحفه، عندك ألموني عايزه تلمعيها بيبقى جميل جدا. اي حاجه عندك لونها مطفي وعايزه تلمعيها السائل ده بيبقى جميل جدا، ان شاء الله تجربيه ويعجبك. وكمان الميه اللي احنا خدناها من الخليط قبل ما نضربه في الخلاط، لو عندك ريحه الشقه كده مش حلوه وريحه مكمكمه هترشي رشه، عايزه اقولك هيخلي ريحه الشقه عندك تحفه. ريحه البرتقال والليمون بتبقى قويه جدا وريحتها جميله. خلاص كده بعد ما هدي عبيته في ازايز زي ما قلت لك، هحط على الحوض هحط منه على سائل المواعين اللي هو الصابون. بيطهر بيعقم الحاجه، وكمان عايزه اقولك بيضيع ريحه الزفاره تماما. هتحطي في الطبق بالشكل ده وبالسبونج هتستخدميه، عايزه اقولك من غير ما تضيفي اي ميه بيعمل رغوه جميله جدا. ان شاء الله يكون الفيديو نال اعجابكم، ويا ريت لايك كتير واشتراك في القناه، واشوفك في فيديو جديد.